السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم برنامج يلا كورة مع محمود سلام. معانا النهارده أخبار عن النادي الأهلي وعن نادي الزمالك وأخبار عن المنتخب. نبتدي النهارده بأول خبر عن النادي الأهلي، موقف بيرستاو. موقف بيرستاو لحد وقتنا هذا ما اتحددش. عايز بيرستاو ياخد 650 ألف دولار آخر 6 شهور يفسخ عقده أو يحطوه على كاميرا انتظار. لحد وقتنا هذا الموقف بتاعه ما اتحددش. بيتكلموا عنه يفسخوا عقده بالتراضي في يناير ويمشي، أو ياخد عقده 6 شهور. طبعا الاهلي مش هيديله 650 الف دولار في 6 شهور، الاهلي عايز يفسخ عقده بالتراضي عشان يمشيه، ان هو اصلا محطوط ايه، مركون محطوط على جنب. اما الناس كلها بتتكلم على ان بريستاو جاله تفاوض من بيراميدز وجاله تفاوض من الزمالك. ايوه فعلا بريستاو جاله تفاوض من نادي الزمالك ومن بيراميدز. بريستاو وكيل اعماله عايز 2 مليون دولار، والاهلي مرحب، عايز تمشي الف سلامه. وكيل اعمال بريستاو عايز 2 مليون دولار، اتدفع 2 مليون دولار هيروح الزمالك بالسلامه، يروح بيراميدز بالسلامه. بس النادي بيراميدز طبعا مش موافق على 2 مليون دولار، قال لك مش هنديله اكتر من رمضان صبحي، احنا اخرنا 40 مليون. تاخد 40 مليون يا عم في السنه تيجي، اكتر من كده مش هتاخد، لان طبعا بيراميدز عاملين كادر 40 مليون اخرهم. اللي ياخد 40 يقعد، مش ياخد 40 طبعا اخرهم. عرضنا عليه كله مليون و650 الف دولار، ده علي بريستاوي. طبعا وكيل اعماله عايز 2 مليون دولار، طبعا ده في خلاف بينهم. لكن الاهلي مرحب، عايز تمشي يمشي براحتك، اصلا كده كده انت مركون على جنب. يعني خلاص الاهلي بيفكر في ايه، في 2 لعيبه اجانب وفي واحد يعتبر قربوا يخلصوا عليه، يخلصوا فيه. بس ايه، هو طبعا مش هنقول عليه انزل دلوقتي، بس لسه في الدوشه الاخيره. لعيب اجنبي، بس مين هو مش هنقول عليه دلوقتي غير اما ايه، اما يخلص هنقول عليه طبعا لحضراتكم دلوقتي. ده لعيب اجانب، في 2 اجانب، واحد جناح واحد مهاجم، بس المهاجم مش هنقول عليه دلوقتي غير اما يخلص. ده اول خبر عن ايه، بريستاو. في نقطه طبعا عايز اقولها لبريستاو نسيت اقولها لحضراتكم، ان فريق كايزر شيفز وفريق سان داونز عايزين بريستاو تاني، وبرده الاهلي مرحب. لحد دلوقتي ما جاش عرض ان هو ياخدوه في يناير. هو بريستاو عايز ما لقاش عرض هنا، هيطلع على جنوب افريقيا تاني، يرجع بلده تاني. لكن هو ما فيش نيه ان الاهلي هيقعده تاني، خلاص كده موقفه مع الاهلي انتهى. خلاص موضوع بريستاو اتقفل، ركنوه خلاص كده، شكرا كده. طبعا هو لعيب كبير، بس طبعا الاهلي استنى على خدماته كده، خلاص ان الاهلي مش هيجدد الثقه في بريستاو تاني. لا تمشي في يناير، لا تفسخ عقدك بالتراضي وتمشي. جالك عرض من نادي الزمالك او من بيراميدز، الف سلامه وكل سنه وانت طيب يا عم بريستاو. في خبر تاني، طبعا الناس كلها بتحب عمرو السوليه، بتحبه جدا صراحه. ابو ليلى انا بحبه جدا، عمرو السوليه لعيب كبير طبعا، نص الملعب واسمه نص الملعب. اخر سنه لعمرو السوليه، باتفاق مع عمرو السوليه، اخر سنه لعمرو السوليه، مش هيلعب تاني ومش هيجدد تاني خلاص. هيدوه طبعا منصب طبعا في الاداره او في اي حاجه، طبعا الاهلي طبعا زي ما الاهلي هيتفق معاه، بس هو ومرحب ان هو اخر سنه لعمرو السوليه عشان نكون متفقين. في طبعا خبر تاني عايز اقوله لحضراتكم، ان طبعا موقف زيزو. طبعا ده خبر نادي الزمالك، الناس كلها طبعا كل شويه زيزو زيزو. لحد وقتنا هذا الزمالك عرض اخر عرض وصل لنا من دقايق، عرض عليه. طبعا انا قلت لكم امبارح 50 مليون و70 مليون، لا اخر عرض اتعرض لزيزو 40 مليون في الموسم، و20 ده هيجيله من بره، غير كده مش هيدوله حاجه تاني. الا بقى لو نادي الزمالك عايز يبيع النادي ويدوله هو. الزمالك اخر عرض لزيزو 40 مليون جنيه في السنه، و20 مليون جنيه هيجوا من بره. الناس اللي بيحبوا الزمالك ورجال الاعمال عشان خاطر زيزو لعيب كبير، طبعا ده اخر حاجه لزيزو. اما حته ان هو يقعد ولا يمشي، طبعا دي في ايده طبعا، او المدير اعمال والده هو طبعا اتحكم في كل حاجه. بس انا حلو قوي كده، تزيد عليك 40 مليون، طبعا احنا ما بنقلش منك، بس انت طبعا 40 مليون انت بالنسبه للاهلي، والاهلي فكر فيك، انت هتاخد قد حسين الشحات مرتين. حسين الشحات عقد في الاهلي 15 مليون، كهربا 15 مليون، اكرم توفيق 13 مليون، عمرو السولية 15 مليون. انت تاخد 40 مليون في الموسم، وتاخد 20 مره يعني 60 مليون، يعني حلو قوي كده. انت بتحب الزمالك كمل، وكلنا معاك وكلنا بنحبك. نادي الزمالك ده نادي كبير وكلنا بنحبه، محدش يقدر يقلل من نادي الزمالك ولا جماهيره، احنا بنحب نادي الزمالك جدا. ده في موضوع زيزو. في اقاويل طبعا ان ايه، لحد وقتنا هذا لسه
لسه حوار محمد شريف. طبعا احنا دخلنا على محمد شريف من غير ما نقول له ايه، كابتن محمد شريف اللي هو عرض الخليج. طبعا كولر اتكلم مع الاداره، قال لهم محمد شريف احنا عايزه ومحتاجه، بس اركن عقده على جنب دلوقتي، انا عايز لعيب مهاجم، انا عايز لعيب مهاجم. محمد شريف انا عايزه. اما الناس طبعا اقول قالك محمد شريف ايه هيهرب ويروح على الخليج. محمد شريف من لحظات جاله عقد من بيراميدز برضه نفس الكلام، 40 مليون جنيه في الموسم، رفض محمد شريف. وجال عقد من نادي الزمالك برضه رفض محمد شريف. في حالة رفض النادي الأهلي وركن عقده على جنب هيروح لبيراميدز، هيروح للزمالك. قال لك في حالة إن أنا الأهلي مش عايزني وبره خلاص عقده خلص، هيرجع للزمالك لا بيراميدز. قال لك كده خلاص الأهلي مش عايزني أروح لا ده لا ده. لكن عشان الصورة تبقى واضحة، يعني كان من فترة إن هو مضى، هو الأهلي مخلص معاه إن هو الأهلي عايزه في يناير أو 3 سنين، بس لحد وقتنا هذا العقد بتاعه طبعا لما وكيل يروح عارف ان الكولر، لكن قال لك احنا عارفينه اركن على جنب، عايزين لاعب مهاجم يبقى مكان محمد شريف. طبعا قال لك ايه، يبقى احنا لازم نستنى ما نشوف بقى، لا يناير يكمل يرجع، لا اشوف بقى الاهلي مش عايزه خلاص بقى ممكن يروح الزمالك او بيراميدز. ده محمد شريف. نخش طبعا على خبر تاني، المنتخب طبعا سافر من ساعات ونزل ترانزيت في المغرب، بعدين يطلع طبعا على كام فيردي اللي هو يلعب مع راس الاخضر يوم الجمعه الجايه. كابتن حسام حسن طبعا راحت عمر مرموش. طبعا انت عارف عمر مرموش طبعا لعيب كبير طبعا جدا جدا جدا، وربنا يخليه لنا. هو محمد صلاح رافعين اسم مصر بره، محمد صلاح طبعا لا خلاف عليه، هو عمر مرموش طبعا دول طبعا على دماغنا. لكن كابتن عمر مرموش خد راحه لان هيلعب على ارض يوم الجمعه ترتان. قال لك ممكن يتصاب، المنتخب عايزه ارض ترتان يعني ارض صناعيه، ممكن ايه حد يخش فيه يكسره ولا حاجه، واحد طبعا مش علقان فيه هو صلاح ربنا يديهم الصحه. ده كان خبر عن المنتخب، ربنا طبعا كلنا ورا المنتخب يوم الجمعه ان شاء الله ماشي الساعه 6 بتوقيت القاهره، كلنا مع المنتخب ان شاء الله، المنتخب ان شاء الله يكسب ان شاء الله ويفرحنا. طبعا عارفين المنتخب صعد وهيخش كاس افريقيا، بس برضه يكسب ماتشين يبقى قوه دفعه حلوه للمنتخب. معانا خبر تاني على الكابتن محمود كهربا. الزمالك عمل محضر في كهربا عشان خاطر راح البنك، عشان خاطر عايز ياخد منه 6 مليون جنيه 564 ألف. نقول المبلغ تاني 6 مليون جنيه 564 ألف. طبعا مندوب نادي الزمالك راح على البنك، دخل على الحساب الجاري ما لقاش فلوس، راح عمل محضر في كهربا. لو كانوا دخل على حساب التوفير او اتصلوا بالكابتن محمود كهربا طب حول لنا الفلوس، كان حول لهم الفلوس، كان عملوا محضر ضد محمود كهربا عشان خاطر عدم سداد، ما لقوش عنده في البنك فلوس. مع انه طبعا ربنا يزيد محمود كهربا معاه فلوس طبعا ومرتاح ومعاه في البنك. طبعا الزمالك احنا ما بنقللش منه لان ده حقه بحق الغرامه، بس دلوقتي طبعا المحضر اتعمل، طبعا الناس كلها سمعت ان كهربا اتعمل له محضر. طبعا دي كانت اخبارنا النهارده عن النادي الاهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر. انا بطلب من كل اخواتي الدعم للقناه، واللي يخش القناه يشترك عشان القناه تكبر بيكم. وان شاء الله طبعا دي كانت اخبارنا النهارده، وما طولت على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.